احنا الشيء باهي في الثوره بتاعنا انه ما علقناش المشانق. الناس هذا كمان مرجان ومن معه في ايران ولا في روسيا ولا في الصين في السجون او في المشانق. احنا من حسن الحظ ان احنا شعب متحضر ويجب ان نبقى شعب متحضر. انا ضد انه هؤلاء الناس المشانق والمقاصد، لكن الناس هذا قله حياء. قله حياء، قله تربيه. كان المفروض انه يقول والله يا اخواني انا اخطات فهمني والله غالب وهذه باش ننسحب وعفى الله عما سلف ويمشي على روحه وتتنسى. لا، الوقاحه نتاع هؤلاء الناس يقول لك ما فعلنيش خطيئي. عجب. انا اتذكر الرساله اللي بعثها كنت عيسى عبد الله القلال بعث رساله فهمني. هو الرجل هذا كان مسؤول عن التعذيب، انا عرفته بشكل وقت اللي كنت في الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، كان وزير الداخليه. هددني مرتين هددني في البيرو نتاعو، هددني قدام بن علي في اجتماع مع بن علي، وبن علي رضي فيه يقول لا لا لا، وهو يهدد فيه مع بن علي. كان وزير الدفاع. الشخص هذا كاتب رساله قريب باش تعطيه تعويض ادبي ومادي على ما لاحقه في عهد بن علي. قله حياه، قله تربيه، قله ذوق. هذا الرجال وهذا الجرام كلهم قله ذوق، قله تربيه. يعودوا يمشيوا يشدوا ديارهم ويقولوا لا احنا اخطانا، يسامحونا، ما فعلناش، يقول لك ما شاركناش، اعطونا تعليمات، خطينا. قريب قلت لك باش تعطيهم تعويض على سوبرمان بن علي. لا مش هذا فقط. لو تعرف ثم ركن قال في الجريمه انه من يعني ثم القانون يعاقب على من ارتكب الجريمه وعمل لم يخبر عنها. الناس هذول شافوا التعذيب، شافوا الفساد، شافوا اذلال المواد، وقال لك ما ولا واحد منهم استقال، ولا واحد منهم قال اللهم انه كفر، ولا واحد. واليوم قله حياه، قله تربيه، قله ادب. انا حسب رايي الناس هذول اللي هم قله ادب وقله تربيه وقله حياه، واللي هم مش فاهمين حظهم انهم موجودين في اطار شعب قام بثوره وما حطش المقاصد والمشامع. الناس هذول لازم الشعب التونسي يعطيهم كف، يربيهم بالانتخابات. بالانتخابات 0.0 كله لازم ياخذ 0.0. وخاصه الناس هذول قاعدين يلعبوا، جزء منهم يلعب على حاجه خطيره اللي هي الجهويه. ماشي في بالهم اللي السواحليه يعني هم باش يعطيوهم الكذا، بينما انا نعرف السواحليه رجال وعشت ما بيناتهم وخدمت معاهم ونعرف كم قدموا من التضحيات، ونعرف اللي هم اهينوا واذلوا كما من طرف هذا الحزب الحاكم، كما اهينوا واذلوا كل التوانسه. يعني ونتصور انه التوانسه بصفه عامه والسواحليه بصفه خاصه باش يعطيوا كف لهؤلاء الاحزاب باش يقولوا ما نقدروش تعديوها علينا. ثم انا اطالب القضاء بان ياخذ مجراه. قضايا ياخذ مجراه، انه يقع التحقيق في كل هؤلاء الناس ابتداء من الفكره انه من لم يبلغ عن الجريمه هو مسؤول عنها بقدر من ساهم فيها. ما تجيش تقول لي ما في علميش، في علمك، كنت موجود 10 سنين وشفت التعذيب، تسمع التعذيب، تقرا المكتوب في علمك، ايش بيك وقتها ما قمتش وحليت فمك. لازم الان التحقيق مع هؤلاء الناس، لانه ثم فرق ما بين انه احنا متسامحين معكم وبين ان تخلطوا علينا، بينما احنا نحبوا نتجاوز الصفحه، وبين ما عندكمش الحد الادنى من الحياه باش تشدوا دياركم. وهكذا الناس هذم يعني قضائيا وسياسيا لازمهم يتعاقبوا على قله الحياه، قله الحياه. ما فماش حاجه اخرى غير قله الحياه، قله الحياه، قله الحياه، قله الحياه.